كلنا نعرف حقيقة رد المظالم أو الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. تخيل هذه الصورة، تخيل لو كل هؤلاء الناس منتظرين لأخذ حقوقهم منك يوم القيامة بسبب غيبة أو نميمة أو سخرية أو استهزاء أو ظلم أو غدر أو خيانة أو أكل أموال الناس. طبعا واحدا منهم كاف أن يأخذ حسناتك كلها، والبقية يعطونك من سيئاتهم. نحتاج إلى تأمل أيها الإخوة، نحتاج إلى اتعاظ أن نرد المظالم إلى أهلها قبل فوات الأوان، أو نستسمح من أهلها. السلام عليكم.